ما أجمل 7 عبادات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام بمثابة دعوة وصلت لحضراتكم لدخول الجنة. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، أي إلى الجنة. فربنا بلغنا هذه الأيام لأنه يحبنا سبحانه وتعالى، وربنا وفقكم لطاعته في هذه الأيام لأنه يحبكم، فكيف لا تحبون الله عز وجل وتزدادون طاعة لله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما عندوش أي ذنوب. فقال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر وأصلا ما فيش ذنوب، قال لها: ألا أشكر المولى عز وجل؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا بد أن نجتهد في كل عمل صالح ونقلد ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي كان بيعمل إيه؟ النبي كان بيعمل 7 حاجات في العشر الأوائل من ذي الحجة. رقم 1: كان بيصوم ال9 أيام لحد يوم عرفة، لأن طبعا يوم العيد في نهي عن صيامه، فبيصوم ال9 أيام. فحاولوا تصوموا ال9 أيام. طب واللي مش قادر يا شيخ محمود يصوم حتى الاثنين والخميس، بس ما يفرطش في صيام يوم عرفة. طيب واللي مش قادر يصوم الاثنين والخميس، يبقى على الأقل ما نفرطش في صيام يوم عرفة، لأن صيامه بيكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة بفضل الله. رقم 2: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أرحامه. حاولوا تصلوا أرحامكم ولو بالهاتف ولو بمكالمات، ذكروهم بطاعة الله، ذكروهم بفضل تلك الأيام وفضل يوم عرفة بفضل الله. رقم 3: كان النبي يكثر من الصدقات صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب بفضل الله سبحانه وتعالى. فتصدقوا ولو باليسير، ولو كل يوم حتى 5 جنيه ولا 10 جنيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن موقع الصدقة في هذه الأيام العشر ليس كفضلها في أي يوم من أيام العام. رقم 4: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل طوال العام، وقد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فحاولوا تصلوا ولو 2 قيام ليل كل ليلة بفضل الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رقم 5: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء. فهذه الأيام هي أيام إجابة الدعاء، وخصوصا يوم عرفة هو يوم تفريج الهموم والكربات وعتق الرقاب، ويوم مغفرة الذنوب وستر العيوب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله ومن التكبير، ولذلك قال في الحديث عن تلك الأيام قال: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. رقم 7: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بخواطر اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين. فلا بد أن نجتهد في هذه الأيام بنية الفوز برضوان الله ومحبته، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفوز بالأجر والثواب، ونية الفوز بالجنة وصحبة الحبيب المصطفى في الجنة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.